السلام عليكم. النهارده هنعمل وصفة بريوش هشة ولذيذة بشكل مش طبيعي، تحفة وطرية وخطيرة. يلا بينا مع بعض نشوف المقادير بتاعتنا. عندي كيلو من الدقيق، هضيف عليه كوباية من السكر، معلقة صغيرة من الملح، وكمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة ونص من الخميرة البودر. هقلب المكونات بتاعتي وهضيف لهم عدد 2 من البيض، رشة من الفانيليا، وكمان نص كوباية من الزيت، ومعايا كوبايتين من الحليب الدافي. هبدأ أعجن وأضيف اللبن بالتدريج لحد ما العجينة بتاعتي تنعم وتبقى زي ما انتوا شايفين ناعمة قوي. هغلفها بالزيت وهغطيها واسيبها تخمر. بعد كده هبدأ ألف العجينة بشكل اسطواني زي ما انتوا شايفين، وأطلع منها الهواء، وبعد كده أبرمها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. سهلة قوي. هسيبها تخمر، وبعد كده أدهن الوش بتاعي باللبن وأرشه بالسكر زي ما انتوا شايفين، وهدخلها على فرن على درجة حرارة 200 لمدة ربع ساعة. بتطلع زي ما انتوا شايفين كده طرية وفلافلي وخطيرة قوي. لازم تجربوها. وبعد كده هاخد الجزء التاني من العجينة، هضيف له حبات الشوكولاتة الشيبس زي ما انتوا شايفين. هعجنها كويس قوي وهلفها كور وارصها في الصينية، وبرضه هسيبها تخمر بنفس طريقة الجزء الأولاني. وبعد كده هرش الشوكولاتة الشيبس وهضيف اللبن بالفرشة وهدخلها على الفرن. خطيرة ولذيذة، لازم تجربوها، هتعجبكم.